في مونديال قطر 2022 لما لويس انريكي كان واقف على الخط واسبانيا بتلعب المغرب، وفجأة لويس انريكي بص لأناحي كده ولقى أناحي مبهدل اللعيبة الاسبان كلهم. راح قايل ايه ده؟ مين الواد ده؟ جه منين؟ جه من أكاديمية محمد السادس يا بيه. النهارده هنروح لمكان من أهم أسباب نهضة الكرة المغربية، رحلة سريعة جدًا بتعملها منتخبات المغرب كلّها وكل قطاعات الكرة في المغرب، ووصلوا للعالمية، وإحنا مع بعض بنفرح معاهم وبنعرف مع بعض إزاي هم عملوا الإنجازات التاريخية دي. تعالوا مع بعض نروح لمكان مهم جدًا، جدًا، جدًا في المغرب، وهو السبب في كل اللي بيحصل ده، وهي أكاديمية محمد السادس. قبل ما نبتدي الحلقة نعمل لايك وشير وسبسكرايب ويلا بينا ليتس جو. أسئلة مهمة جدا محتاجين نعرفها عن أكاديمية محمد السادس. المكان ده ازاي اتعمل؟ مين الاستشاريين اللي جم علشان يفكروا في المكان؟ مين المدربين اللي وضعوا بصمة في المكان ده بحيث ان هو يكبر ويعمر؟ مين اللاعبين الأقوياء جدا اللي خرجت من المكان ده ومثلت المغرب في المحافل العالمية؟ ركز معايا وشاك الجميل أو قهوتك الجميلة وهات حاجة نقنق فيها، ويلا بينا تعالى نتكلم عن أكاديمية محمد السادس. خلينا نرجع لورا شوية لما كانت الكرة المغربية والمنتخبات المغربية كانت منتخبات قوية بس مش كانتش بنفس قوة دلوقتي. منتخبات مش ماشية معاها شوية، وكنا بصراحة المنتخب المغربي كنا نشوفه يصعد كأس العالم 7 مرات وهو يستحق يصعد أكتر من كده بكتير. كأس الأمم الأفريقية كان ممكن يوصل للنهائي ومن قبل النهائي وما بياخدهاش. طيب إيه العقبات اللي كانت بتخلّي المنتخبات المغربية ما بتكمّلش مشوارها دايمًا للآخر؟ ده السؤال اللي اتقال على لسان محبّين الكرة المغربية وعلى مطوّرين الكرة المغربية والحكومة المغربية، لحد ما جه قرار من الملك محمد السادس إن هو ينشئ أكاديمية محمد السادس لكل قطاعات الكرة المغربية. والهدف إن هو يكون مشروع نموذجي ومؤسسة عالمية تكون بمواصفات قياسية شديدة جدًا لتخرُّج لعيبة محترفة من المغرب. وفي نفس الوقت تطوّر كرة القدم المغربية على الزمن القريب وليس البعيد. ودي كانت فكرة ولادة أكاديمية محمد السادس، لحد ما جه مسكها ناصر لاجريت أو ناصر لاغريت أو ناصر لاجيت، يعني يا رب أكون بانطق اسمه صح، اللي قال إن هو اتعيّن في مرحلة التأسيس والبناء، وإن هو يطبّق رؤية واضحة جدًا بتقول الرؤية دي إن ليه في أوروبا بيطلّعوا لاعب متأسس كويس محترف من الدرجة الأولى من وهو صغير، ليه إحنا كمغرب ما نعملش زيّهم ونبقى زيّهم، وليه ما نبقاش أحسن منهم أصلًا ونتفوّق عليهم؟ فالموضوع ما كانش تغيير كرة قدم بس، لأ، ده كان تغيير منظومة كاملة. خلّينا نتكلم شوية على المبنى نفسه بتاع أكاديمية محمد السادس. ما كانش مجرد مبنى وخلاص أو ملاعب كرة قدم وخلاص، لأ، دي أكاديمية فيها قاعة للعيبة كاملة، فيها ملاعب على أحسن مستوى مجهزة، فيها مدارس للتعليم للعيبة دي على أحسن مستوى، علشان يكون اللاعب مُهيأ من كل الجوانب التعليمية والعملية والنفسية. الفئات اللي بتبتدي هناك في أكاديمية محمد السادس تحت 13 سنة، تحت 16 سنة، تحت 17 سنة، تحت 19 سنة. وكمان في ليهم جدول تدريبي، حصتين تدريب، وفي نفس الوقت في دروس تعليمية أو المدرسة التعليمية اللي داخل الأكاديمية. ما تنساش حاجة مهمة، إن الأكاديمية دي ما كانتش تطوير لعيبة بس، لأ، ده كانت تطوير مدربين كمان، وساعدت مدربين محليين مغربيين مهمين جدًا دلوقتي، زي خالد فهامي وصالح سكيتي، وإنهم يطوروا نفسهم ويكونوا جزء من المنظومة الجديدة في المغرب. نقطة مهمة جدًا عملتها المغرب لازم ناخد بالنا منها، إن هي ما اكتشفتش لعيبة محلية بس داخل المغرب وتطورهم، لأ،
دي دوّرت على كل اللعيبة اللي أصلها مغربي في أوروبا، فرنسا، ألمانيا، أسبانيا، كل الدول وإنجلترا طبعًا، علشان يجيبوهم هنا ويشتغلوا عليهم داخل أكاديمية محمد السادس وينضموا للمنتخبات الوطنية. وده سر كبير جدًا في دمج الدم المحلي والمواهب اللي نشأت في أوروبا. تم الاستعانة بأكبر الخبراء الأوروبيين والمغاربة وبعض المدربين العرب، ومنهم مدرب مصري وحيد، وهو يعني من أكبر مدربين مسكوا المنتخب المصري، وهو كابتن حسن شحاتة، اللي عمل الإنجاز التاريخي للمنتخب المصري بفوزه بكأس الأمم الأفريقية 2006 و2008 و2010، إن هو من أوائل الناس اللي تم استشارتهم في بناء هذه المنتخبات. طبعًا النتايج مش شرط تكون في الأول مثالية، لكن اللي أنت شايفه دلوقتي على أرض الواقع إن يكون المنتخب المغربي الأول رابع العالم، ويكون الأولمبي تالت العالم، ويكون الشباب هو أول العالم، نتايج ما كانش أي حد يتوقعها من العالم كله. لكن كل ده بفضل أكاديمية محمد السادس اللي ساهمت في رفع مستوى اللاعبين وتطويرها، وإنها ادت فرص للمدربين المحليين إنهم يكونوا على دراية كاملة، وإنهم يكونوا على فكر عالي جدا عالمي لإدارة المنتخبات المغربية. وده تأثير مش مجرد كلام، لأ، ده واقع بنعيشه وشفناه بعينينا وفرحانين بيه جدا. مفيش مشروع بيجي من غير تحديات، وكان أهم تحدي للأكاديمية هو أنت بتتعامل مع لعيبة صغيرة في السن، أطفال مراهقين. ده تحدي صعب جدا في أي حاجة في العالم، إن أنت بتتعامل مع هذه الفئة العمرية، وإن أنت تدربهم وتعمل لهم لياقة وتعمل لهم جدول زمني وجدول تعليمي وتجيب لهم جهاز فني كامل، وإزاي يتعاملوا مع هذا الجهاز الفني الكامل، وإن هم يفهموا معنى النجاح، وإن هم يكون عندهم دعم مادي ومعنوي وكبير أوي زي اللي بيحصل لهم، وإن هم يركّزوا في فكرة إن هم مش بيصنعوا لاعب كورة، لأ، هم بيصنعوا شخصية مهمة تؤثّر في المجتمع ككُل. من الأبطال المهمين جدًا واللاعبين المهمين جدًا اللي طلعوا من أكاديمية محمد السادس في مونديال قطر 2022 لمّا لويس إنريكي كان واقف على الخط وأسبانيا بتلاعب المغرب، وفجأة لويس إنريكي بَص لأوناحي كده ولقى أوناحي مبهدل اللعيبة الأسبان كلّهم، راح قايل: "إيه ده؟ مين الواد ده؟ جه منين؟" جه من أكاديمية محمد السادس يا بيه. الأكاديمية خرّجت 3 لعيبة كانوا أساسيين في كأس العالم 2022. عِز الدين أوناحي اللي ابتدى في الأكاديمية سنة 2015 واتدرّب هناك لحد 2018، بعد كده راح احترف في فرنسا. يوسف النصيري هداف المغرب في كأس العالم دخّلها في 2011 وفضل فيها 4 سنين لحد ما راح أسبانيا واحترف في مالاجا الأسباني، وبعد كده راح إشبيلية وليجانس. نايف أكرد اللي اتكوّن هناك من 2011 لحد 2014، وبعديها بدأ رحلة احتراف في ويست هام الإنجليزي. غير بقى دلوقتي النجوم الشباب اللي طلعوا كلّهم اللي خدوا كأس العالم زي الزبيري، زي عثمان، اللعيبة اللي خدت كأس العالم للشباب معظمهم أو تقريبًا كلّهم من أكاديمية محمد السادس. خلّينا نسأل سؤال مهم جدًا ممكن يزعّل الناس عندنا هنا في مصر، إزاي نستفيد من درس وجود أكاديمية محمد السادس؟ خصوصًا إن إحنا عندنا مشاريع كتير جدًا وملاعب كبيرة جدًا في مصر، مدارس كورة. زمان كان في حاجة في مصر اسمها مدرسة الكورة، كانت بتأهّل اللعيب من وهو صغير وبتعلّمه شبه اللي بتعمله أكاديمية محمد السادس. لكن ما بقاش في مدرسة الكورة، ما بقاش في مدارس الكورة في مصر، في ملاعب ضخمة وفي مشاريع ضخمة، لكن ما بتأثّرش في شيء. تعالوا نسأل نفسنا هنا في مصر، إزاي نستفيد من درس أكاديمية محمد السادس؟ أولًا نلعب على الفئات العمرية من 12 سنة ل19 سنة، تأهيل المدربين في كل التخصصات، وندّيهم الرخصة الدولية Pro بتاعة الUEFA، العمل على البنية التحتية والتعليم بجانب التأهيل الرياضي، الاستفادة الكاملة من الجالية المصرية في الدول الأوروبية والدول التانية. وده مش كلام نظري، ده كلام لازم يتحقق ولازم نعيشه، والدليل
هي أكاديمية محمد السادس والمنتخبات المغربية. نرجع تاني لأكاديمية محمد السادس ونقول الأكاديمية مش بس مكان للتدريب، ده مكان لصناعة نجم كبير مؤثر في المجتمع، ورؤية كاملة وتغيير وتطوير نظام كامل لكرة القدم في العالم كله. ودي كانت نهاية حلقتنا، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، عايزين نوصل ل5000 مشترك في القناة. وما تنسوش تشوفوا الحلقات اللي فاتت على الإنجازات المغربية والمنتخبات المغربية، هتبان عندكم دلوقتي على الشاشة. وقول لي رأيك في الكومنتات عن الحلقة، وهل ممكن في مصر نقدر نعمل أكاديمية زي أكاديمية محمد السادس توصل المنتخبات المصرية للعالمية ولا لأ؟ أشوفكم على خير.